تتواصل عمليات الإخماد بحرائق ولاية طازة، أين سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 266 عون بمختلف الرتب و74 شاحنة من مختلف الأحجام. هناك هبوب رياح قوية تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة مما سهل من انتشار الحريق. تم وضع خطة عمل على مستوى مركز القيادة. الهدف الأساسي هو حماية السكان من ألسنة اللهب. تم تنصيب مركز قيادة كما أشرنا تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغنيغ. عمليات الإخماد متواصلة.